حلقة جديدة من مواقف مع عاطف. أنا من متابعتي للسوشيال ميديا والصحف ووسائل الإعلام واللي بيحصل فيها استوقفني جدا موضوع هاني مهنا. هاني راجل عازف أورج ممتاز، يعني هو ومجدي الحسيني كانوا من أساطين عازفي الأورج. هاني أما يطلع في برنامج ويقعد يتكلم الكلام اللي قاله، اللي اعتبر يعني كلام ما كانش صح ابدا يطلع منه، بخصوص يعني مش عايز اقول دي ايقونه، فاتن حمامه دي ايقونه، دي سيده الشاشه، فعلا سيده الشاشه العربيه، ست ليها رونق وايقونه فنيه، وشاديه جميله الجميلات في الغناء والطرب الحلو، الطرب اللي هو بيجمع حسن الأداء، حسن الصوت، جمال الأغنية اللي بتغنيها، وهي أيضا كممثلة ممثلة عظيمة. شوفوها في لص الكلاب، شوفوها في شيء من الخوف، شوفوها في أفلام ما غنتش حتى فيها، فهي ناجحة فنيا، غنائيا، تمثيلا وغناء زي ما بقول لكم مرة تانية. وفاتن حمامة، وتيجي انت يا هاني تطلع في برنامج عشان تعمل ترند تقول كلام فاضي على فاتن حمامة وعلى شادية وتقلب الدنيا. ما يصحش، ما يصحش بجد. يعني هل ده اسلوب لفنان يطلع يجرح في الناس؟ يعني هل تفتكر تقدر تقول ده هاني وانت صديق عزيز لو فاتن حمامة عايشة او شادية عايشة؟ يا راجل، يا راجل، يعني انت فنان وانت ما ينفعش نقول خلفيات انت عارفها كويس عنك وعن زمايلك وعن صحابك، لكن لا، خلينا في الفن، خلينا في الابداع. عندك كلمة حلوة عن فاتن حمامة قولها، اطلع، محدش قالك ما تطلعش في البرامج. هم منعوك في الفترة الأخيرة، لكن لم يكن يجب انك انت يا هاني تتكلم هذا الكلام عن فاتن حمامة وعن شادية، وتقول دي عملت ايه في دي ودي عملت ايه في دي، ودي تعرف مين، ونفس اللي تعرفه فاتن كانت تعرفه شادية، والألفاظ اللي خرجت منك. وبعد كده المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرار بمنعك في الظهور وما تطلعش في البرامج ولا في وسائل الإعلام، وبعدين ترجع تقول معذرة أصل أنا سن كبير. أنت راجل ما شاء الله عليك، يعني عندك 80 سنة وراجل واعي وراجل فاهم وراجل علاقاتك حلوة بفنانينك وراجل مبدع، ما نقدرش ننكر ده. لكن لما تيجي تقول فاتن حمامة، يا أخي قول فاتن حمامة دعاء الكروان، فاتن حمامة العظيمة اللي قدمت أريد حلا، فاتن حمامة عشرات وعشرات وعشرات الأفلام، فاتن حمامة قبل حكمة، فاتن حمامة عملت أفلام لا تعد ولا تحصى من جمالها. من ليه يا أستاذ هاني تقول الكلام ده؟ ليه يا أستاذ هاني تطلع وتقول الكلام ده عنها وعن شادية الجميلة، شادية العظيمة، شادية حبيبتي يا مصر، شادية اللي أسعدتنا بغنائها بتمثيلها، تطلع تقول عليهم الكلام اللي انت قلته واللي خليت الناس يعني يتضايقوا منك؟ لا، أنا ما كنتش أتخيل أبدا هذا الكلام منك بجد. يعني أنا كان نفسي تطلع في التلفزيون تحلل فيلم موسيقيا، تتكلم عن غناء شادية فنيا، في محطات في حياة شادية جميلة كان ممكن تتكلم عنها، عن علاقاتك بالناس الحلوة، تتكلم عن فاتن حمامة، أدائها، رونقها، أيقونتها الحلوة، الأداء، يا الله. كان نفسي تتكلم عن مزيكة سلاح في الوادي وفاتن حمامة اللي بتلعب بطولته. كان في حاجات كتيرة جدا كان ممكن فعلا يعني تتكلم عنها تفيد المشاهد وتثري معلومات الجمهور اللي بيتابعك واللي بيحبك، تتكلم عن حاجات حلوة. لكن تيجي تقول
أصل شادية وفاتن كانوا بيعرفوا واحد وحصل اللي حصل، وتقول لفظ، وأنا بكرر الكلمة، تقول لفظ ما ينفعش تقوله. أنا اتعجبت واستغربت وتوقفت قدام كلامك، وعشان كده أنا قلت لازم أسجل حلقة عشان أعلن عن رأيي وأبدي رأيي. وأنت عزيز وغالي عليا، وبيننا كان يعني كل خير. أنت هاني مهنا اللي عاصرت أم كلثوم وعبد الحليم وخالد وفايزة ووردة و تطلع تقول كلام ما يصحش. لا يا هاني، يا هاني انت راجل لسه يعني بصحتك، اوعى تقول الكلام ده تاني، واوعى تتنصل وتقعد تقول اصل انا سن كبير، معذرة، اصل انا ويا ناس سامحوني ومش عارف ايه. لا، انت قلت كده بناء على ردود الفعل اللي قابلتك، ردود الفعل الرسمية كمان اللي خدت قرار بمنعك من الظهور وفي وسائل الإعلام، وإنك أنت ما تتكلمش، وإنك أنت تبطل تقول الكلام ده. وبعدين لا لا لا، وبعدين يحصل لك تحقيق، وبعدين يقول لك لا أنا مش هروح التحقيق. أنت أكبر من كده أنا عارف، لكن لا 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 تقول وتخوض في أعراض فنانات نجمات متميزات أسعدونا، والناس يعني في ذمة الله، فتيجي تطلع تقول هذا الكلام عشان تعمل ترند مع مذيعة وتطلع في برنامج. الله، لا يا أستاذ هاني، يا أستاذ هاني، يا أستاذ هاني، فيد الناس ولا تضرهم. أنت تستطيع أنك تفيدنا بمشوارك، بعلاقتك بالناس الحلوة، بما قدمته من فن الموسيقى في حياتك. اتكلم عن المزيكا، اتكلم عن الفنانين والمزيكا، اتكلم عن يعني عندك حاجات كتيرة تستطيع انك انت تعملها وتقولها والناس تتبسط منك. مش تيجي تقول والله اصلي فاتن كانت كذا وعامله كذا لا لا، حتى الناس كلها اتعجبت. هاني مهنا يطلع يقول الكلام ده؟ انت راجل كبير وراجل عظيم وراجل متميز وتاريخك معروف، وكل منا له اخطاء يا اخي. انا مش عايز اتكلم في حاجات معينه انا عارفها. لا يا هاني، يا هاني، يا هاني، هاني عد الى رشدك يا هاني. واسف على الكلمه اللي انا بقولها لك دي بجد. عد الى رشدك يا هاني وتحمل كلمتي دي يا هاني. انا بيني وبينك عيش وملح، ما ينفعش تطلع تقول هذا الكلام مرة تانية يا هاني. يا هاني لا تبحث عن الترند يا هاني، فدنا بمواقفك الحلوة بموسيقاك الجميلة، اتكلم عنها. تيجي تقول لي أصل فاتن كذا وشادية كذا ودي كانت تمسكها تضربها بالجزمة؟ لا، انت أكبر من كده، انت أكبر من كده، بكررها لك يا هاني، انت أكبر من كده. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. هاني مهنا كبير في نظرنا، هاني مهنا كبير في نظرنا. لا تخوض في أعراض فنانات وفنانين وانت واحد من الفنانين. أرجوك، أرجوك مرة تانية، أرجوك مرة تانية ومرة تالتة يا أستاذ هاني، لا تنزلق مرة أخرى في مثل هذه المواقف. يا هاني مهنا أنت راجل جميل، بلاش كده. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مواقف مع عاطف. يعني أنا شفت الأيام الأخيرة السوشيال ميديا والصحف ووسائل الإعلام اتكلمت عن حاجة مهمة جدا جدا، بصراحة استوقفتني جدا، ولما استوقفتني قلت لازم أقول رأيي في هذا الموضوع. الموضوع ده خاص بالموسيقار هاني مهنا. هاني عازف أورج ممتاز، عايش فنانين كتير، عايش نجوم الغناء، ما خلاش حد من نجوم الغناء إلا وتعاون معاه
وغير كده عمل موسيقى تصويرية، عمل إعداد موسيقي لحاجات كتيرة برضو. يعني هاني ما نقدرش ننكر اللي عمله في حياته الفنية. لكن إن يطلع في برنامج وتستضيفه مذيعة ويقول للمذيعة كلام ما يصحش يقوله، هي مش مسألة زي ما هو رجع اعتذر بعد ما حققوا معاه وما راحش اتحاد النقابات الفنية، وده اللي قاله وصرح بيه العزيز الغالي عمر عبد العزيز. وعمر طبعا صديقنا وصديق هاني أساسا، وهاني ياما جمع الناس وياما اجتماعيا هو بيحب الناس، خاصة بعض زملائه الفنانين. أنا استغربت إزاي هاني مهنا يقول على أم كلثوم